كعبد الله جانبي كابتن عبد العزيز الدوسري. عبد العزيز ألف مبروك الفوز. حينما تغير الهلال عناصريا 4 عناصر على الأقل نحكم على الشوط الثاني، تغير الهلال، قدم كرة ممتازة، استطاع أن يغلب فريق كبير مثل نادي النصر وب3-1. فوز يمكن أول فوز يعطيكم معنوية خاصة في الدوري السنة ذي. شيء بسم الله الحمد لله. يمكن تغيير العناصر هذه خطة المدرب، يمكن حضر للمباراة هذه كويس وقدر يختار العناصر اللي تمثل الفريق، والحمد لله اللي يلعبوا فيهم الخير والبركة، وقدرنا نفرح أهم شيء جمهورنا ونطمنهم. إن شاء الله هذه بداية انطلاقتنا في الدوري، وإن شاء الله الجاي أحسن إن شاء الله. على ماذا عمد السيد كومبواريه بصراحة ما بين الشوطين؟ ماذا وجهكم؟ وش النقاط اللي وجهكم لا خاصة فيما يتعلق بالنصر؟ والله ما في شيء، يمكن حاول نلعب على الطرف ونمسك كورة أكثر، لأنه يمكن نمتاز في نحتفظ بالكورة، وهذا اللي قدرنا، ونلعب بين مدافعينهم والحمد لله قدرنا نسجل أكثر من هدف. كابتن بصراحة تجد الراحة بعد هذا التغيير؟ أتكلم على مستوى الشخصي مع العناصر الجديدة اللي اليوم 4 لاعبين تغيروا. لا كلهم فيهم الخير والبركة. يمكن في بداية المباريات يمكن ما توفقنا، لكن في المباراة هذه الله وفقنا، وبمجهود زملائي قدرنا نطمن الجمهور عشان قدامنا البطولة الآسيوية، وإن شاء الله نوعدهم إن شاء الله بأفضل من اختيارك للفكرة حينما صنعت الهدف لويسلي لوبيز مشاهدة من غير كرة أم هي حدس لاعب؟ لا شايف أنا ولعبت. طيب ياسر الشهراني اللي حيوقف مع زميلي عبد الله العضيبي، اليوم أول مرة يمكن تلعبوا مع بعض في الوسط الهجومي، وجدتوا انسجام مبكر؟ ما شاء الله ياسر يمكن أفضل لاعب في المباراة اليوم، ما شاء الله قدم مستوى لياقي وفني، وأكثر يعني الأهداف اللي يعني بدت من عنده. الحمد لله. الله يعافيك. شكرا لعبد العزيز الدوسري الذي يصنف